السلام عليكم، كيف نتوما؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عواشركم، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. وباش ما كنتمنى مرحبا بكم معايا في كويزين مريم. اليوم غنحضر معكم غريبه ديال المعلكه بالكاوكاو والكوك. كتجي من اروع ما يكون، كتجي واحد المذاق رائع، واحد الهشاشه فيها وطريه ما شاء الله. كتجي فيها واحد التعليكه يا سلام بحال اللي كتشوفوا معايا. المقادير ديالها جد سهله وبسيطه وكتوجد معنا يعني بالخف، ما كتديناش بزاف ديال الوقت. وصل على نبي كتخرجنا واحد الكميه وفيها ما شاء الله. هنايا في واحد البول كناخذ قبيصه د الملحه مع كاس ديال السكر. اختاروا ديك السكر اللي كيكونوا الحبيبات ديالو شويه رقاقين باش كيدوب معنا دغيا. وعندي هنايا واحد القشره د الليمونه محكوكه، كنحكوها في الحكاكه الرقيقه. وتقدروا تعملوا حتى جوج ديال القشرات ديال الحامضات، يعني محكوكين ماشي غير وحده، حتى هما كيعطيو واحد المذاق رائع. هنايا زدت جوج ديال السكر ديال الفاني، ومع 4 ديال البيضات. الحجم عندي هنايا متوسط، ماشي كبارين وماشي صغارين. يعني الغريبه كاينه طريقه اخرى اللي كان نحضروا النواشف هما الاولى وكنبداو نجمعوا بالبيض، ولكن انا هاد الطريقه هذه كنعمل البيض هو الاولاني، حيت عندي كميه يعني معبوره لا ديال الكاوكاو ولا ديال الكوك. يعني نفس العبار هو اللي كيجمع لي هاد الخليط هذا، كتجيني هي هذيك. صافي نخدموا ديك البيض مزيان مع السكر حتى يذوبوا لنا ديك الحبيبات ديال السكر. الا بغيتو تخدموا بالباطو خدموا، اولا الهاشوار، اولا تخدموا بيديكم هكا مزيان حتى يذوب معكم داك السكر، قضيو الغرض. صافي ني كنزيد كاس ما عمرش ديال الزيت، وصافي كنخدموا شويش مزيان ديك الزيت مع السكر مع البيض. وكيف قلت لكم من الاحسن الا بغيتو تخدموا بالهاشوار غتجيكم مخيره كاع. هنا عندي زلافه يعني 250 غرام ديال الكاوكاو. هاد الكاوكاو سبق لكم حضرته معكم شحال هادي بديل البيستاج. الا ما عندكمش هاد بديل البيستاج تقدروا تعملوا كاوكاو عادي، ماشي ضروري تعملوا هذا. انا كان عندي كنت عملت بزايد فبقى لي، قلت اري نصوب به باش ما يضيعش، باش المذاق ديالو ما يتبدلش. صافي وجاني جاني مزيون بحال ديك المذاق ديال البيستاج. فهمتوا توتا جا واحد المذاق مزيون بزاف. هنا نقدروا نصاوبوا معلقه ديال العسل اولا معلقه اولا 2 معالق ديال الكونفيتور. انا ما كانش عندي متوفر الكونفيتور، ف قديت بالعسل وحتى هو كيعطي نفس التعليكه اللي كيعطيها الكونفيتور. انا من خلال التجربه ديالي كتجيني بحال صافي هنايا كنزيدو 2 ديال الساشيات ديال الخميره د الحلوى من فئه 8 غرام. المجموع غيكون عندنا 16 غرام. صافي وكنضيفوا من موراها زلافه ديال الكوك. والكوك كيكون عندنا هذاك اللي ميدم، وحاولوا انكم تختاروا الكوك من نوعيه جيده حيتاش راه كيتبدل له المذاق ديالو، كيرجع فيه بحال المذاق ديال الصابون، بحال المذاق ديال كيفاش نقول لكم، بحال المذاق ديال السمن حار. فهمتوا؟ وما غتستحملوش المذاق ديالو، فحاولوا انكم تختاروا النوعيه المزيانه ديال الكوك باش تطلع لكم غريبه دايزها الكلب. هنا انا في الاول ضفت زلافه ديال الكوك، ومورها ضفت نص زلافه واحده اخرى. هذا هو المجموع ديال الكوك والكاوكاو. الكاوكاو عملت زلافه يعني زلافه عمرها مزيان، غير انا شويه يعني بركت عليها بيدي باش المجموع غيكون عندنا يعني 250 غرام ديال كاوكاو مطحون. وطحناه يعني ما ماشي مطحون بزاف، بحال السميده الرقيقه. فهمتوا؟ صافي. وبالنسبه للكوك هنايا زدت كيف قلت لكم نص زلافه، يعني عملت زلافه في الاول وزدت نص زلافه في الثاني، وكنبقى نجمعها هكا بيدي حتى كترجع عندي واحد الخليط. يعني هو في الاول كيبان لكم جاري، ولكن هو من بعد ملي كيتشرب كيرجع عندنا يعني واحد العجينه متماسكه. كنخليوها في الثلاجه شحال ما بغيتو، خليوها 3 سوايع، 2 سوايع. الا بغيتو يعني ما عندكمش الوقت خليوها واحد نص ساعه ربع ساعه، وتبداو تشكلوا كبيرات بالحجم اللي بغيتو نتوما. بغيتوهم صغيورين، بغيتوهم متوسطين، بغيتوهم كبارين. الفران هنايا كنعملو يسخن، يعني كيسخن هو الاولاني، حيت خصنا الفران يكون سخون مزيان. نعملوه يسخن ولكن العافيه كتكون ناقصه. فهمتوا؟ كنخليه يسخن مزيان على خاطرو. وكنبدا هنا كنكور الكويرات
كنستعن اما بمزهر اما بالماء عادي، كندهن به يدي باش كنكور داك الكويرات ديال الغريبه، وكنعملهم في سكر كلاصي اولا سكر ثقيل اللي كيكون عندنا سبيسيال. صافي هنايا كنبدا نكور حتى كنكمل الكميه كامله، وكناخذ واحد اللاطه اللي مفرشه بورق ديال الزبده، كنلبس ديك الكويرات بالسكر مزيان، كنلبسهم مزيان ونبدا نستفهم في اللاطه اللي غندخلوها ان شاء الله للفران. كيف كتشوفوا معايا كنلبسوها مزيان بالسكر، لا ما عزيزش عليكم السكر، لا ما كتعجبكمش فيها السكر فندوها غير شويش وصافي. ملي كنستفوها هكا في اللاطه ديالنا كنبداو نضغطوا واحد شويه بالصبيعه ديالنا هكا، فهمتوا؟ كنعطيها بحال ديك الشكل ديال التويقه، ما كتبقى لنا شي عاوتاني مقببه. صافي كندخلوها الطيب. اول حاجه 2 دقائق كنخليوها لتحت، يعني العافيه كتكون في الوجه ديالها، كنخليوها طيب واحد 2 دقائق، عاد كنردوها الفوق الطيب وتكمل الطياب ديالها واحد 9 دقائق هكاك، وكتكون واجده. وما تاديوهاش ديك الساعه حيتاش كتكون سخونه بزاف، خليوها تتبرد تماما. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الغريبه ديال اليوم. خليو لي الراي ديالكم، قولوا لي كيفاش جاتكم. راه ناجحه 100%، واخا تكون من اول مره غتعدلها ضروري تنجح معاك. وكيف قلت لكم كتجي ما شاء الله واحد التعليكه فيها يا سلام. وحديو معاها عندكم تحمر لكم بزاف، حيت جاتنا واحد شويه واخا غير ديك 2 دقائق راه كانت بدات كتحمر معايا فيهم. كنكون هنا وصلت معكم النهايه ديال لا فيديو. تبقاو على خير وبسلامه.